يا مساء الخير على كل مستمعين قناة نيكست ويف. معاكم ولاء الجندي وبرنامج عيشها صح. موضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن: هل الحب لوحده كافي للزواج، ولا في حاجات تانية لازم تكون موجودة معايا علشان تكون علاقة الزواج قوية؟ لكن قبل ما نبدأ حلقتنا، ياريت تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة علشان توصل لكم كل الحلقات الجديدة. خلونا في البداية نقول إن الحب شعور جميل جدا إنه يكون موجود، لكن لوحده هو غير كافي إننا نبني عليه علاقة زواج قوية. لازم يكون معاه شوية حاجات كتيرة أهم منه علشان تكون العلاقة ناجحة ومكملة. يلا بينا نعرف شوية الحاجات دي علشان تساعدنا في علاقتنا. أول حاجة معانا هي الاحتواء، بمعنى إنك لما تكون حاسس بضعف يبقى الطرف التاني هو قوتك. لما تكون عندك مشاكل كتير هتلاقيه بيساعدك ويوصلك لبر الأمان، حتى لو المساعدة دي هي دعم نفسي بس. تاني حاجة معانا هي الثقة، والثقة مش بس إنه هيحافظ على التفاصيل العلاقة اللي بينكم، لكن إنك تبقى مطمن إن الشخص ده هيصون مشاعرك ومش هيخذلك أبدا. تالت حاجة معانا هي التفاهم. فكرة إنك تبقى فاهم الطرف التاني هو مفتاح أي علاقة ناجحة. لما تعرف تتكلم وتوصل اللي جواك من غير ما تضطر تشرح كتير، دي حاجة مريحة في العلاقة. وكل ما تفهم الطرف التاني أكتر، ده هيقلل نسبة الخلافات اللي بتحصل ما بينكم. رابع حاجة معانا هي الونس، والونس هو شعورك بالراحة والسعادة مع الطرف التاني، إنك تقعد بالساعات من غير ما تحس إن الوقت ممل. ولما الونس بيكون موجود في حياتنا، كل حاجة بتكون ممتعة حتى لو كانت عن أبسط تفاصيل اليوم. خامس حاجة معانا هي السند، والسند معناه إن علاقتنا هي مش بس شراكة في البيت، لأ، ده في الحياة كلها. السند هو الشخص اللي بيدعمك وبيفرح لنجاحك، اللي دايما بيساعدك تبقى النسخة الأفضل من نفسك. هو ده السند الحقيقي. سادس حاجة معانا هي الطمأنينة. الشخص الصح هو اللي هيخليك تهدى وتحس بالأمان، مش يزود قلقك. لو حس إنك خايف من حاجة معينة يطمنك وما يخليش دماغك رايحة جاية. آخر حاجة معانا هي التعامل بوعي مع العيوب اللي موجودة في شخصيتنا إحنا الاتنين، بمعنى إننا نشوف إيه اللي ممكن يتغير وإيه اللي مضطرين نقبله زي ما هو. وفي النهاية عرفنا إن الحب لوحده مش كفاية، وإن الجواز أعمق بكتير من الحب. وزي ما الحب بيجذب القلوب لبعض، فالحاجات اللي قلناها دي هي اللي هتربط القلوب ببعض وهتخلي العلاقة مكملة لأطول وقت. الجواز الناجح مش مجرد قصة حب، لكن هو رحلة تفاهم وونس واحتواء. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. استنوني في حلقة جديدة وموضوع جديد. كانت معاكم ولاء الجندي وبرنامج عيشها صح، كل يوم خميس على قناة نيكست ويف، وأشوفكم على خير.